أسرة سودانية تثير الذعر في مجمع سكني راقي بالقاهرة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعة إن في أحد الكومباوند السكنية اللي في القاهرة يبقى في بيسينز أو حمامات سباحة كده، فإحنا في الحر فالسكان بينزلوا بأولادهم بأطفالهم، فحصلت مشاجرة بين أسرة مصرية وأسرة سودانية. الأسرة السودانية اعتدت بالضرب على الأسرة المصرية وعلى أطفال الأسرة المصرية، والطفل اتعور في رقبته لما الست السودانية زقته فوقع على حافة البسين اتعور، والصور موجودة على مواقع التواصل. كان بنت الأسرة الطفلة برضو بقالها حد تم قطع المايو بتاعها وكان في جرح كده بسيط برضو، فالموضوع عامل حالة من اللغط ومن الرعب. طيب عشان بس حد يقول لي انت ايه رأيك؟ والله انا رأيي ان يعني انا اللي بيحصل ده مفرحني. ليه بقى مفرحني؟ لان لما احنا بنقول ان الاعداد دي فوق قدره المجتمع المصري انه يتحمل، الاعداد دي هتجيب مشاكل كتيره، الاعداد دي هتعمل مشاكل بين الشعب المصري والشعب السوداني. يعني انا ممكن استحمل الضيوف ولكن بعدد معين بشكل معين، لكن بالاعداد دي بالملايين دي من سوريا من اليمن من السودان، لا طبعا انت كده بيتحول الضيف لصاحب بلد، بيتحول الضيف لشيء مزعج، ده بيجيب مشاكل كتير، بيجيب خناقات كتير، وزي ما حضراتكم شايفين. فاللي بيحصل ده يا باشا مفرحني. ليه بقى مفرحني؟ انا اقول لك ليه مفرحني. عشان كل واحد مش حاسس بالكلام اللي احنا بنقوله ان شاء الله يشوف الكلام اللي بنقوله ده على ارض الواقع، يشوفه على ارض الواقع. كل واحد واخد الملف ده باستهانه كده، واخد الملف ده اللي هو ايه، انتوا اللي بتقولوه ده الناس مش عارف ايه، واخد الملف كده بتعاطف، ويعني يتعاطف مع الغريب ضد ولاد بلده. وماله يا باشا، خليك متعاطف. على فكره احنا مش ضد حد، بس يعني التعاطف له حدود، والتعاطف في المقام الاول يبقى مع بلدك واهل بلدك عشان بس الناس تبقى فاهمه. لكن انت هتتعاطف بقى مع ناس مش من اهل بلدك ضد اهل بلدك وولاد بلدك، ماشي يا باشا، خليك على الله بكره تكون انت الاسره المصريه او انت الشخص اللي بيتعرض لمشكله، بيتعرض لاعتداء، عشان تطلع تعيط وتلطم وتولول على مواقع التواصل الاجتماعي وتقول حصل ووصل معايا الكلام ده. فانا الكلام اللي بيحصل ده يعني جرس انذار بياكد الكلام اللي احنا بنقوله، بياكد الكلام اللي احنا كل يوم بنقوله، وتطلع ناس يكذبوه زي شريف عامر. شريف عامر ده اللي هو مذيع قناه MBC، طالع برضه يقول لك الناس اللي بتتكلم في ترحيل اللاجئين والاجانب والاعداد ومش عارف ايه، الناس دي لا تستحق المناقشه. ومين قال لك ان احنا بنناقشك اصلا؟ ما اللي قبلك طلع وقال برضه على نفس القناه نفس الكلام للمصريين، والمصريين داسوا عليه لما سفلتوه. وانت ولا غيرك لا تمثلوا اي شيء مقارنه بالشعب المصري ولا بالراي العام المصري. واللي مش عارف ان الموضوع ده يشكل 99% من الراي العام المصري، انا بتحدى اللي عايز يعمل استفتاء ان الراي العام المصري كله رافض وجود ملايين الاجانب دي على ارضه وبيشتكي منها وبيعاني من الاثار السلبيه المترتبه على وجودهم، اعمل يا باشا واحنا معاك. اما ان حد يطلع يتفلسف على المصريين ويقول لهم بقى انتوا ما يتناقش معاكم، ما فيش يا جماعه. سبحان الله، القنوات المحرضه او المنصات الاخوانيه او اصحاب المصلحه هم بس اللي بيتكلموا في الملف ده دفاعا وليس هجوما. زي واحد يقول لك ايه، حق السوريين لازم يرجع، وحق اولاد بلدك ايه مش هيرجع؟ يعني هتاكله؟ هتنام عليه مثلا؟ عيال خايبه ومنصات خايبه وناس خايبه ومش فاهمين هم بيعملوا ايه اصلا، وفاكرين الموضوع ترند وان الكلام فيه ترند. يعني موضوع اخطر من ان هو يكون موضوع بيشكل راي عام اي حد عايز بقى يتشهر ولا عايز المحتوى بتاعه يتحقق مشاهده يتكلم فيه. الموضوع فعلا خطير. انت بتتكلم ان لما سمعوا ان الشرطه جايه، الاسرتين اللي كانوا في الكومباوند دول السودانيين لما سمعوا ان الشرطه جايه هربوا من الكومباوند، معهمش ورق قاعدين. انت متخيل قاعد في بلد لا معاه ورق وقاعد يبلطج وعنده استعداد يتخانق، ولما يتخانق عنده استعداد يعور، وممكن الطفل ده كان وقع على راسه مات، وممكن الطفله دي كانت دخلت يعني غوطت جوه شويه توفت، تمام. وكل ده في الاخر ناس لا معاها جوازات ولا معاها ورق ولا معاها اقامات شرعيه وطلعت هربت. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟